لما اقول لك بخ بخ انفخ البلالين عشان عيد الميلاد يا نجاتي. لا يعني ما فيش حاجه اقولها. طب يا جماعه انتوا عمالين تجيبوا ناس جامده قوي يا جماعه في قائمه احسن 10 برضه. زكية زكريا، يعني ما اعرفش اسمه. استاذ ابراهيم نصر، زكيه زكريا. لما اقول لك بخ بخ انفخ البلالين عشان عيد الميلاد يا نجاتي يا عاطف. مقالب اي ثينك ان هو ممثل يعني، بس هو اتشهر قوي في ده. انا كنت بحبه كممثل، بشوفه كاركتر لذيذ قوي، بس انا ما بحبش برامج المقالب، ما بتضحكنيش. ولا مثلا المشهد اللي على الشمال ده شفته، ولا الشخص اللي على اليمين ده شفته قبل كده. انا ما اعرفش ده مين، ايه اللي هو بيعمله ده. اكيد ده كان مشهد بيضحك جدا. ده من اكتر الناس اللي حببتني في فكره الكاركترايزيشن اصلا، اللي هو ده راجل بينزل يعمل نفسه حاجه تانية خالص وينزل يعمل مقالب في الناس، ولحد دلوقتي اقعد اتفرج عليها واستمتع. انا شايف ان ده ممكن يبقى مقلب، اللي هو بيعمل نفسه ست ما شاء الله عليه، ربنا مش رازقها قد كده يعني، ويروح يخوف الناس ولا يضحك الناس باي طريقه. عمل بصمه بلس، وانا دايما بنتفرج عليه لان في رمضان احنا بنتفرج على الحاجات ورا بعض. البرنامج جاي في وقت هنخلصه عشان في مسلسل بعده او وات ايفر، فديفينتلي كان بيتشاف. كنت بحس ان الحاجات مش ستيجد زي دلوقتي، معظم برامج المقالب بتبقى تحس ان هم متفقين. هو ممثل طبعا جامد جدا.